السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وسيله كيتشن. اليوم غادي نتشاركوا مع بعضياتنا واحد الحرشه اللي غادي نديروها بجوج ديال النكهات، النكهه ديال الفاني والنكهه ديال الفريز، واللي غتجيب واحد المنظر وواحد الشكل رائع جدا. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. بحال ديما ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الى عجبتكم، كذلك تبارطاجيوه مع صحابكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. دابا ندوزو نتعرفوا على المقادير. عندنا 250 غرام ديال السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، عندنا نص كاس ديال السكر سنيده، عندنا 4 كاس ديال الزيت المائده، عندنا فانيا وحده، عندنا خماره من فئه 8 غرام. ونحتاجوا كذلك للتنكيه ديال هاد الحرشه النكهه ديال الفريز والملون الاحمر اللي غنضيفوه على حسب الدرجه ديال اللون اللي حنا بغينا. اذا غنبداو على بركه الله. السميده كنضيفوا عليها الفاني، كذلك السنيده، كنخلطوهم مع بعضياتهم، كنضيفوا الزيت، كنحاولوا اننا ندخلوا الزيت مزيان في هذه السميده مع السنيده معنا كامله. ومن بعد عاد غنبداو نديروا الحليب شويه بشويه. طبيعه الحال ما كنساوش قبيصه ديال الملح، فكنبداو نضيفوا الحليب شويه بشويه حتى كنحصلوا على الدرجه ديال التكاتف الكثافه ديال الحرشه اللي حنا باغيين. الان ملي كنحصلوا على هذه الدرجه هذه كيكون الخليط اللي هو جاري شويه ماشي مقعقد بزاف، كنضيفوا ليه الخميره كيف ما ذكرت 8 غرام، في هذه الاثناء كنشعلوا على الفران يسخن. فالان بعد ما ضفنا الخميره غادي نحتاجوا الاناء ثاني اللي غادي نقسموا فيه الخليط على جوج.
بعد ما كنقسموا الخليط ديالنا على جوج، فواحد غادي نخليوه بنكهه الفاني، وواحد غادي نضيفوا ليه كيف ما ذكرت النكهه ديال الفريز. نضيفوا ليه تقريبا معلقه صغيره مع مرش. ماما 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 غنضيفوا كذلك الملون حسب الدرجه ديال اللون اللي حنا باغيين. كنخلطوه مزيان. فالان كنتحصلوا على جوج ديال الخليطين، كنحصلوا على خليط اللي هو بالنكهه ديال الفاني وخليط اللي بالنكهه ديال الفريز. كناخذوا المول اللي غنديروا فيه، كنقادوه، كنفرشوا ليه الفيلم بابي سولفيريزي، وكنبداو ناخذوا الخليط بهذا الشكل هذا. كناخذوا الخليط الاول كناخذوا منه معلقه كنكبوها في الوسط بهذا الشكل هذا، معلقه كبيره عامره شويه. من بعد كناخذوا الخليط الثاني كناخذوا كذلك منه معلقه كنكبوها كذلك في الوسط ديال الخليط الثاني بهذا الشكل هذا. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الخليط كامل، يعني كنكبوا معلقه من الخليط الفاني، معلقه من خليط الفريز، دائما كنكبوا في الوسط حتى كنساليو. من بعد كناخذوا سكين كنزينوها بهذا الشكل هذا. كنمشيو من الوسط كنقصدوا الجناب هذا الشكل هذا. كنعاودوا ناخذوا من هنايا وناخذوا للجنب. دابا غادي ندخلوها الفران اللي راه سخون، وغادي نديروها على عافيه متوسطه ونخليوها حتى طيب، ونتلاقاو باش نقدموها لكم بالصحه والراحه. بعد ما كطيب الحلوه ديالنا اولا الحرشه ديالنا ديال هذا النهار في الفران، انا بالنسبه ليا خدات مني تقريبا 20 دقيقه في فرن متوسط. فزينتها لكم، دهنتها بشويه ديال الناباج ودردرت عليها شويه ديال الكوك. طبيعه الحال نتوما طريقه التزيين بالنسبه لكم كتبقى نتوما احرار في الطريقه اللي كتزينوا بها، فنكتشفوها مع بعضياتنا.
فهي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. كيجيو خطيطات فيها باينين حمر وبيض. فكنتمنى ان الوصفه ديالت اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، انكم تجربوها تبارطاجيوها مع صحابكم. بحال ديما ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو الا عجبتكم، تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. كنشكركم على المتابعه ديالكم، كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو مقبل ان شاء الله.